السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد ووصفة جديدة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معاكم الكيك اليومي ولا مسكوته. كتجي رائعه وكتجي مفشفشه وعاليه وغادي نعطيكم جميع الاسرار باش تجيكم ناجحه، باش تنجح معاكم وتجيكم طالعه ومفشفشه. كما كتشوفوا معايا راه جات رائعه، جات عاليه ومفشفشه طالعه ما هبطات ما والو. غادي نبداو ان شاء الله بالمقادير. عندي هنايا 2 كيسان ونص ديال الطحين. الطحين يكون نوعيه جيده باش يصدق معكم الكيك. هنا عندي كاس الا ربع ديال الزيت، وعندي كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال الحليب، فانيا، 2 خمارات، 3 البيضات، وعندي قبيصه ديال الملح. هنا خديت واحد الاناء كندير فيه البيض، في هاد الوصفه ان شاء الله غادي نحتاج طراب الكهربائي، درت 3 البيضات، فانيا، شويه ديال الملح، غادي نزيد كاس ديال السكر سنيده، غادي نخلط المكونات مزيان بهاد الطراب. اللي ما عندوش هذا يدير مولينكس ولا يدير الهاشوار، حتى هي طحن فيها كل شيء، مكونات كامله. هاد الخلط هذا راه كيخلي الكيكه تجي منفوخه، يعني هاد المرحله هذه كيكون ضروري. صافي هنا غادي نزيد كاس ديال الحليب وغادي نعاود نخلط. كيبقى ليا الزيت كنبقى نزيدو بالتدريج وكنخلط، كنزيد بشويه وكنخلط. هاد المراحل خصنا نتبعهم كيف ما هما باش يصدق معنا الكيك ويجينا منفوخ ومفشفش. صافي كنستمر حتى كينسجم ليا الزيت مع باقي المكونات وصافي. كنحيد الطراب الكهربائي ودابا غادي نستعمل غير الطراب اليدوي. غادي نبدا نزيد الطحين بشويه بشويه وانا كنخلط. صافي هنا غادي نزيد هذاك الطحين اللي بقى ليا وغادي نزيد حتى الخمارات بجوج. صافي هنا زدت الكيس ديال الخماره الاول والثاني وغادي نبدا نخلط حتى ينسجموا المكونات كاملين.
صافي هنايا كنت موجدة هاد القالب ديال الكيك من قبل، دهنته بالزيت ورشيت عليه طحين، صافي وغادي نخوي هاد الخليط ديال الكيك. هنا كإضافة زدت الشوكلاط بيض درتو الوسط، راه كيعطي واحد المذاق زوين الصراحة ليها. ماشي ضروري ولكن كإضافة وصافي. صافي هنا كنحاول انني نهبطو لتحت. صافي وهنا كنكون مسخنة الفران من قبل. الفران ما تحلوش على الكيكة نهائيا، حتى هذا راه سر من اسرار نجاح الكيك. ما تحلوش الفران نهائيا حتى تشوفوها بقاو طلعوا عليها غير من الجهه حتى تبان لكم طلعات بدات كتحمر حتى من الفوق، عاد طفيو عاد شعلوا عليها من الفوق، يعني عاد حلوا الفران وشعلوا عليها من الفوق خلوها تكمل طيابه. الكيك الا بغيتيه ينجح معاك ما تحليش عليه الفران حيت كيكون بدا كيتنفخ، وملي كتحلي الفران صافي كيهبط كيكون باقي ما طابش، وتخليه حتى يطيب يعني حتى تشوفي انه بدا كيتحمر حتى من الفوق، عاد حلي عليه الفران وديك الساعه خليه يكمل طيابه وتحمر شويه من الفوق. صافي هنايا شوفوا راه جات منفوخه، راه الصراحه التصوير ما عطيهاش حقها، راه جات منفوخه بزاف وجات لذيذه، وهذاك الشكلاط اللي درت من اللوز زاد واحد اللذه. هنا كنذوقها بالمربى ديال المشماش، كوفيتير اللي عنده، واللي ما عندوش يدير لها غير العسل ولا اللي موجود. صافي نحاول ندير لها حتى من الجناب. صافي وهنا كنرش عليها الكوك. صافي هنا رشيتها بالكوك مزيان، كما كتلاحظوا راه جات منفوخه ومفشفشه ولذيذه، المذاق ديالها غزال. تبعوا غير المقادير اللي عطيتكم وتبعوا حتى الطريقه، راه غتنجح معاكم. شوفوا تبارك الله شحال منفوخ، تبارك الله ما شاء الله. حتى انا ما كانش كيصدق معايا الكيك، كان كيطلع ولكن فاش كنحل الفرن كيهبط. ما كنتش عارفه بان خاصك حتى تخليها تطيب مزيان عاد تحلي عليها الفران. عمره ما نجح معايا بحال هكا من قبل، اما دابا من عرفت ليه الطريقه وعرفت ليه الاسرار ديالو لا كينجح معايا الحمد لله. راه جات مفشفشه تبارك الله ما شاء الله. وكنقدمها لكم بالصحه والراحه، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم ونتمنى تجربوها وترجعوا تقولوا لي في الكومونتيرات كي جاتكم.